عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وأكلة ووصفة سهلة. هعمل معاكم النهاردة تورتاية سهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفين كده. حلوة قوي، مش هتاخد معانا وقت. تنفع في رأس السنة، في عيد ميلاد. هنعملها بطريقة بسيطة خالص. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول ونشوف هنعملها ازاي. في شفشق الخلاط وهنزل بأربع حبات من البيض، كوباية من السكر، وكوباية من الزيت، وكوباية من اللبن الدافي أو الحليب الدافي. ما تبقى ساقعة، يفضل ان الحليب يبقى دافي، بيدي نتيجة حلوة قوي. وهفضي عليهم باكت من الفانيليا. هنضربهم كلهم مع بعض في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. اسهل بكتير من المضرب وهتوفر علينا وقت. خلاص كده ضربتهم مع بعض كويس قوي لحد ما اتأكدت ان السكر داب تماما. بعد كده هنجيب بولة وهنفضي فيها الخليط بتاعنا. وزي ما انتوا شايفين انا حاطه الدقيق جنب مني، مش هحط الدقيق مرة واحدة. انا هحطه شوية شوية حسب ما القوام يتظبط معايا. حطيت حوالي كوباية واحدة من الدقيق في الأول، وهفضي عليها باكت من البيكنج باودر ومعلقة من الخل. هنقلبهم بقى مع بعض كويس قوي. ولو لقيت لسه العجينة عايزة دقيق تاني هزودها معلقة معلقة. أو زي ما انتوا شايفين لسه خفيفة، هزودها كده بالمعلقة حسب ما انا شايفة. القوام بتاع الكيكة طبعا افضل قوام ليها اللي هو القوام الخفيف مش التقيل. خلاص كده هو ده القوام المناسب اللي انا عايزاه. زي ما انتوا شايفين ده القوام الخفيف. هشيل بقى الدقيق. بعد كده هجيب الصينية اللي هتحطي فيها الكيك. هتجيبي الحجم المناسب للكيكة بتاعتك اللي انت عايزة تعمليها. فردت فيها ورقة من الزبدة وحطيت عليها فرشة هدهنها كده فرشة من الزيت الأول. خلاص كده هبتدي بقى أفضي الخليط في الصينية. وطبعا بنبقى مشغلين البوتاجاز من قبلها ب10 دقايق. هنخبطها خبطتين بالراحة كده بحيث ان احنا نطلع الهواء منها. وده شكل الكيكة بعد ما طلعتها من الفرن. طبعا بنبقى مولعين الفرن قبلها ب10 دقايق. بنحط الكيكة في الرف الوسطاني. ما بنبصش عليها غير بعد ربع ساعة. أن الكيكة دي بتقعد معايا من 20 دقيقة ل25 دقيقة، مش أكتر من كده. ممكن في الفرن عندك تقعد أكتر من كده. مش كل حرارة الفرن زي بعضها. أهم حاجة ما تفتحيش الفرن غير بعد ربع ساعة علشان الكيكة ما تهبطش منك. طبعا بنعمل لها اختبار، بنجيب خلة وبندخلها فيها وهي في الفرن بسرعة كده. لو لقيناها طلع فيها عجين بتبقى لسه ما استوتش، بنقفل الفرن على طول. طبعا ده ما بياخدش معانا ثانيتين 3 علشان الفرن ما يبردش والكيكة تهبط مننا. ده لو مثلا فتحنا عليها وهي لسه ما استوتش. بعد كده بالسكينة زي ما انتوا شايفين وهقسمها من النص. انت حسب ارتفاع الكيكة اللي انت عاملاها. لو هي اعلى من كده هتقسميها طبعا ل3 طبقات. انا هنا شايفة ان هي نصين 2 بس كفاية. بعد كده هجيب كوباية من اللبن وهرش على وشها شوية. ولو حابين تشيلوا الحرف بتاعها بالسكينة شيلوه. بس انا مش حابة اشيله، انا هحط عليه لبن كده بيخليه طري وحلو قوي. نيجي من جنب الحرف كده ونسقيها كويس باللبن. هتلاقي الحرف لو كان ناشف شوية بيطرى على طول، زي ما انتوا شايفين كده. دي طبعا تورتاية بيتي، ما هيش محتاجة بقى ان احنا نشيل الحرف والكلام ده كله. احنا بنعملها كده مع ولادنا، بناكلها بينا وبين بعضينا كده. مش محتاجين نظبطها قوي، يعني التفاصيل الصغيرة دي مش هتفرق معانا. الا اذا كان عندك بقى ضيوف او هتعمليها في عيد ميلاد والكلام ده كله.
طبعًا هتشيلي الحرف ده كله بالسكينة. بعد كده هاحط عليها طبقة من الكريمة ومسيحة شوكولاتة وحطاها عليها. هنفردها عليها كويس كده، بس هنسيب حوالي سنتي من على الحرف كده علشان ما تنزلش، يعني مش هنفردها للآخر. هنزل عليها باقي الكريمة كلها. الكريمة دي أنا عاملاها طرية شوية، بحيث إن هي تطري طبقة الكيك اللي هي كانت في أرضية الصينية. إحنا كلنا عارفين إن هي بتبقى ناشفة شوية كده، فالكريمة أنا عاملاها طرية علشان برضو الكيكة تتشرب منها شوية. بعد كده هنكرر نفس الخطوة اللي عملناها في الطبقة الأولى بالمعلقة كده وعلى حرف الكيكة، وهنسقيها باللبن. خلاص كده خلصت. هجيب بقى منديل ونحاول نلم الدنيا من حوالينا كده. همسح اللبن اللي وقع ده علشان نعرف نشتغل كويس. بعد كده كنت مجهزة الكريمة بتاعتي وحط عليها شوية من الكاكاو. ما كترتش الكاكاو فيها، حطيت معلقة واحدة بس علشان تاخد اللون اللي هو البني بس خفيف خالص زي ما انتوا شايفين كده، علشان لما اضيف الشوكولاتة عليها يبقى فيه فرق في اللون. ما حبيتش برضو ان انا اخلي الكريمة بيضة خالص. انتي بقى حسب ما انتي هتختاري وحسب ما انتي حابة شكل التورتية بتاعتك هتعملي الكريمة، يا تحطي عليها كاكاو زي ما انا حاطة كده، اما تعمليها بيضة خالص زي ما انتوا شايفين بالقمع، وهنلف حواليها كده بالكريمة. هيسهل معانا الدنيا خالص، هيخلينا نخلص بسرعة. نحاول نسويها كويس قوي على قد ما نقدر. كل ما هنسوي فيها كويس كل ما هتدينا شكل حلو. بعد كده بسكينة التقطيع وهلم بقى الكريمة زي ما انتوا شايفين، هسويها بها بالطريقة دي. يعني احنا بنحاول نجتهد على قد ما نقدر ونحاول نظبطها. احنا طبعا كلنا في البيوت ما احناش متخصصين تورت وجاتوهات. احنا بنحاول نجتهد، بنحاول نعمل حاجة حلوة لولادنا عشان لو حابين نعملها في اي وقت احنا عايزينه. بعد كده جبت الشوكولاتة وسيحتها وهحطها على الطرف زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. دي شوكولاتة مطبخ عادية اللي هي القوالب دي، سيحتها في معلقة من اللبن وحطيتها على وش الكريمة زي ما انتوا شايفين. لو مش موجودة عندك الشوكولاتة دي تقدري تحطي نوتيلا، بتدفيها برضو شوية بمعلقة من اللبن وبتحطيها على وش الكريمة. بعد كده هتحطي عليها اي فاكهة موجودة عندك. انا قسمتها 4/4 زي ما انتوا شايفين كده. عندي فاكهة هحط عليها رمان، وهحط مانجا، وهحط موز وشوكولاتة. ممكن تعمليها بنوعين اتنين بس، ممكن تعمليها بنوع واحد. اكتر من كده مفيش مشكلة، هتقسميها زي ما انت عايزة. بعد كده هرص قطع المانجا زي ما انتوا شايفين. المانجا ديت متفرزة مطلعاها من الفريزر ومقطعاها وهي مجمدة علشان اعرف اتحكم فيها كويس. زي ما بقولك كده تقدري تحطي اي نوع فاكهة موجودة عندك. لو عندك تفاح، لو عندك فراولة، تبقى حلوة قوي.
على حسب ما انت عايزة او حسب الامكانيات اللي موجودة عندك، هتطلع حلوة قوي في منتهى الجمال. بعد كده هحط الموز. بعد كده الجزء اللي فاضل ده هحط عليه مكعبات من الشوكولاتة. خلاص كده خلصت التورتية زي ما انتوا شايفين. بس طبعا في حاجة عايزة اقولها لكم، بين كل حاجة وحاجة لازم التورتة تتحط في التلاجة شوية، وتطلعيها باردة من التلاجة قبل ما تحطي عليها الكريمة. بعد كده افردي عليها الكريمة ودخليها التلاجة تاني حوالي ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة، على قد ما تقدري، وتطلعيها برضو باردة. بعد كده تحطي عليها الشوكولاتة، وبعد ما تحطي الشوكولاتة دخليها برضو رجعيها التلاجة تاني علشان الشوكولاتة تسقع او تبرد كويس قوي. لازم بعد كل خطوة ندخلها التلاجة تبرد ونطلعها ونكمل الخطوة اللي بعديها. الكلام ده في شتاء او في صيف. بالطريقة دي التورتية هتطلع ناجحة معاكي جدا، مش هتبوظ منك. هي بس محتاجة منك شوية صبر كده، ما نعملهاش باستعجال علشان النتيجة بتاعتها في الاخر تطلع حلو. بعد كده هقطع خرطة قدامكم علشان اوريها لكم. ده طبعا بعد ما طلعتها برضو من التلاجة، مش اقل من نص ساعة. زي ما انتوا شايفين شكلها حلو قوي، طالعة تحفة جدا. انا بحب جدا اللي هي بالرمان. لو ما جربتوهاش بالرمان قبل كده جربوا تحطوا عليها رمان، هتلاقيها جميلة جدا على فكرة. بيديها طعم مختلف وبيديها شكل حلو قوي. زي ما اتفقنا احنا بنعمل تورتايه بيتي، بنعملها بمزاجنا، بنحط عليها اي حاجة احنا حابينها. عملناها بطريقة سهلة وبسيطة بجد، كانت جميلة جدا وطعمها كان حلو قوي في منتهى الحلاوة. الكيكة كانت هشة وطرية. أتمنى تجربوها بالطريقة دي وتقولوا لي رأيكم. أتمنى تكون عجبتكم وما كنش طولت عليكم، وبألف هنا وشفا.